اهلا بيكم. اكيد كلكم خدتوا بالكم قبل كده من المجموعه بتاعت الليجو اللي كانت موجوده عندي ورا هنا في الستاند اللي موجود قدامكم ده. للاسف المجموعه دي كلها ما بقتش موجوده، وعشان كده جبت لكم النهارده حاجه جديده تماما انا ما ركبتهاش قبل كده، وقررت ان انا اشارككم معايا التجربه. جبت لكم النهارده النجمه المرسيدس الجي 500. العربيه دي طبق الاصل من الحقيقيه، لانها ببساطه تعاون بين ليجو ومرسيدس. الكود بتاعها 422177 والقطع بتاعتها 2891 قطعة، مش هزار. بس ده كله مش مهم، المهم انها بلس 18، يعني برضو مفيش هزار. انا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. العربية دي انا متفائل فيها خير. خدوا بالكم دي مش اكبر واحدة انا ركبتها، انما دي اول 4 باي 4 في ليجو اركبها. بسم الله. بتيجي عبارة عن باكجز كتيرة جدا. هنا رقم واحد، اول حاجه هتتركب، تبتدي ترتب الاكياس بتاعتك تركبها في وقت سريع. هنا طبعا العجل بتاعها، العجل كبير قد ايدي تقريبا. اهم من الشغل ظبط الشغل. خلينا نظبط الاول. دي طبعا الجنوط بتاعت العربيه، دي العجله الخامسه الاستبن. مركزين في كل التفاصيل. وطبعا في الاخر بيجي الكتالوج والستيكرز بتاعت العربيه. خلوني سريعا اوريكم الحاجات دي عشان بس تاخدوا فكره عنها. هنا طبعا بيجي الكتالوجين والستيكرز. طبعا بيكتب لك ان ده رقم واحد، ده رقم اتنين. ليجو لما بتبتدي في الكتالوجات بيبتدوا يدوك تفاصيل كتيرة عنها، يعني الموديل الحقيقي قدام الموديل اللي هتركبه دلوقتي. بيدوك تفاصيل حلوة طبعا عن المتوقع اللي انت تشوفه. وبيدوك كل الموديلات بتاعت الجي كلاس من اول ما اتعملت، من اول 1979 بيرث اوف ذا جي. بيوروك طبعا الديزاينر اللي عاملها ده، يا جماعه دماغه متكلفه قوي عشان يعمل الليجو. اي حد بيعمل ليجو ده دماغه متكلفه. وبيبتدي يقول لك خطوه بخطوه، ابتدي بالكيس رقم واحد هتركب ايه في ايه عشان تطلع في الاخر العربيه بتاعتك. الكتالوج ده 315 صفحه، والكتالوج التاني 271 صفحه، يعني تقريبا توتال 600 صفحه. انا مش عارف اركبها في قد ايه، بس خلينا نبدا. ساعتين الا ربع دلوقتي ووصلنا لصفحة 63. خلصنا تقريبا جزء مهم في العربية، لسه معرفش ايه هو، بس هو اللي باين ان فيه مساعدين. الجزء اللي ورا ولا اللي قدام محدش عارف. يلا بينا نكمل. احنا كده يا جماعة وصلنا لصفحة 123 بعد تقريبا 3 ساعات ونص، وخلصنا جزء معقد جدا من العربية. يعني لو انتوا خدتوا بالكم، بص بدل ما عملت كده وابتدت تشتغل معاك في كل حاجة، يبقى انت ماشي مظبوط. هنا النقل شغال،
الديفرنشال بتاع الغرز، وغطا الموتور هنا. كويس ان احنا عرفنا ان قدام هنا هو الجزء الامامي. بسم الله هنكمل. دلوقتي يا جماعة وصلنا للمرحلة المرعبة دي. العربية ابتدت معالمها تبان شوية، كمية تروس غريبة وكمية تعقيدات مش طبيعية في العربية. وكمان لازم تتأكد إن كل حاجة قبل ما تركب بقى الهيكل الخارجي اللي بره ده، عشان ما ترجعش تفك تاني، إن كل حاجة فيها شغالة. السسبنشنز، النقل هنا طبعا، من هنا شغال، من هنا شغال. العربية دي شكلها تحفة. شوفوا يا جماعة التفاصيل اللي تحت، فظيعة. يلا بينا نكمل. الحمد لله كده خلصنا الجزء الأول. الكتاب الأولاني خلص، وأظن إن هو كان الأكثر تعقيدا في الموضوع. وداخلين على الكتاب التاني أصغر شوية، وهو متعلق أكتر بالهيكل، لأن إحنا خلصنا الموتور، خلصنا المساعدين، كل حاجة شغالة في العربية. العربية شكلها تحفة جدا، فيها كمية تعقيدات وكمية حاجات زي ما انتوا شايفين. الكراسي الأمامية، الكراسي الخلفية. العربية شكلها كبير، وخلص عليها كمية قهوة انتوا مش متخيلينها. هل الموضوع ممتع؟ مستاهل كل ثانية. بسم الله نكمل الكتاب التاني.
أخيرًا الحمد لله خلّصنا تركيب المرسيدس الG 500. هل انبسطت بالتجربة؟ التجربة تستاهل كل لحظة أنت بتعدّي فيها، من تركيب لاكتشاف بقى أنت بتركّب أنهي قطعة، أنت دلوقتي بتعمل المساعدين، أنت دلوقتي بتركّب الموتور، أنت دلوقتي بتعمل الأبواب، بتركّب السقف، بتعمل الشنطة الخلفية، بتركّب العجل حتى. التجربة مثيرة جدًا ومحتاجة صبر منّك كتير وتركيز كمان. العربية دي تقريبًا ركبت في 9 ساعات وما ركبتش طبعًا في يوم واحد. طبعًا أنت ممكن تبقى بطل وتركبها في يوم واحد، إنما لازم تبقى فاضي تمامًا، لا عندك شغل ولا عندك بيت ولا بتصلّي ولا بتنزل تشتري حاجات، أنت مفضّي نفسك تمامًا للعربية عشان التركيز يا جماعة ده برضه بياخد منّك مجهود ذهني مش طبيعي. على العموم خلّيني أقول لكم إيه الحاجات اللي أنا حبيتها جدًا في العربية، والحاجات اللي أنا خدتها عليهم مقارنةً بالعربيات اللي فاتت. أول حاجة يا جماعة حبيتها في العربية هي لونها، الcontrast اللي بين البرتقاني والأسود تحفة، شكله على الحقيقي مُلفت جدًا، واللون البرتقاني أصلًا لون ناري، يعني مُلفت في أي حاجة، واتوفّقوا الحقيقة في اللون ده. أنا كنت متخيّل مثلًا لو كانوا عملوها كلّها رمادي مثلًا أو أسود أو كحلي غامق، التفاصيل دي كلّها ما كانتش هتبان، العربية ما كانش هيبان الحلاوة بتاعتها. تاني حاجة حبيتها في العربية حجم العربية، العربية حجمها ضخم وbulky طبعًا يعني هي G، G لازم تبقى كبيرة وbulky وضخمة ومُلفتة وقوية بالشكل ده. تالت حاجة عجبتني فيها المساعدين، المساعدين مخلية العربية عالية، طبعًا كل مساعد بيشتغل على حدة، لكن من هنا ممكن نبتدي السلبيات بتاعة العربية. العربيات كلها اللي أنا ركبتها المرة اللي فاتت كان في adaptive suspensions، يعني المساعدين بتعلى وبتوطى زي ما أنت عايز، بيبقى في كده دراع بتركبه في العربية من ورا وبتبتدي تنزّل العربية أو بتطلّعها زي ما أنت عايز. العربية دي ما فيهاش، العربية دي فيها suspensions مريحة جدًا وقوية جدًا ومستحملة العربية جدًا، إنما ما بتعلاش وبتوطى. تاني حاجة ما عجبتنيش في العربية إن كل الموديلات بتاعة ليجو تقريبًا اللي أنا ركبتها المرة اللي فاتت كان بييجي معاها كارت تعريفي للعربية، بحيث إن أنت تحط العربية وتحط قدامها الكارت التعريفي بتاعها بيكون مكتوب بقى عليها مرسيدس G wagon أو مرسيدس G 500 أو أيًا كان وperformance style والحاجات دي كلها، الكارت ده مش موجود مع الموديل ده. فهي أنت هتاخد العربية كده وتركّبها وخلاص وتتوكّل على الله. أمّا عن التفاصيل الحلوة اللي موجودة في العربية فهي كتيرة جدًا، بس خلّوني آخُد معاكم أهم الحاجات. أول حاجة إن أنت عندك فتحة سقف بتعلى وبتوطى. تاني حاجة إن أنت حاطّين لك ترس فوق هنا ممكن تلِف منّه العَجَل عشان لو أنت مش طايل أو خايف تدخّل إيدك تبوّظ حاجة جوّه العربية، فبتلِف منها العَجَل يمين وشمال. ولو الشكل ده مش عاجبك، هم حاطّين لك هنا زي علبة كده بتشيل فيها الحاجات بتاعتك، الشنط بتاعتك، الكلام ده كله، وممكن تشدّها بسهولة جدًا الترس ده وتقوم حاطّه جوّه العلبة، وخلاص كده أنت خبّيت الترس. لو عايز بقى تلِف العَجَل تاني، أنت بتاخدها تاني من العلبة وبتبتدي تدخّلها بمنتهى السهولة وتلِف العَجَل بتاعك تاني. الحاجة اللي بعد كده طبعًا إن أنت ممكن تفتح كبوت العربية
وتثبته كمان، هو كده بيثبت لوحده، انما انت لو عايز بقى تعمل فيها ميكانيكي قوي ممكن تفتحه كده وتثبته، شكله بيبقى جامد. هنا الموتور بتاع العربية، تمام. ممكن كمان تشيل الغطا بتاع الموتور وتوري الناس العربية من تحت تبقى شكلها عامل ازاي. تقفل الكبوت وترجعه مكانه. اما بالنسبه لظهر العربيه فهم حاطين لك البرفورمانس مود اللي هي جاهزه بقى بسلالم وجاهزه انها تطلع صحراء بالاستبن بتاعها بكل الحاجات السيفتي اللي موجوده. انت بس لازم تفتح من هنا الباب وتفتح شنطه العربيه، هتلاقي طبعا شنطه عربيه ضخمه. ممكن كمان ترجع الكراسي من هنا لو انتوا شايفين، او ترجعها قدام وترجع تعدل الشنطه تاني وتقفلها. عربية مهتمة بكل التفاصيل. خلونا بقى نرجع للابواب وهوريها لكم لان فيها تفصيلة صغيرة بتعجبني قوي. الباب لو انت فتحته وجيت تقفله تاني هتسمع تكة. سمعتها؟ التكة دي بتقولك ان ازاي هم مهتمين بالتفاصيل، وان الباب بيقولك ان هو فعلا قفل. خلينا نفتح الابواب. طبعا كل باب ليه مراية بتتفتح وبتتقفل، تمام. هنا الابواب، هنا المنظر بتاعها. خلونا نفتح الاربع ابواب واوريها لكم سريعا. ده شكل العربية والابواب مفتوحة. عربية شكلها حلو جدا من جوه، تفاصيلها كلها جميلة وحلوة ولونها قوي، وأظن إن هي هتبقى إضافة قوية قوي للمجموعة اللي ضاعت، بس أنا ناوي أكملهم إن شاء الله. فباختصار لو أنت بتحب العربيات وبتحب الليجو وبتحب الحاجات الملفتة فالعربية دي ليك. المرسيدس الجي 500 من ليجو. هتنبسط بكل لحظة أنت معاها، هتنبسط بمراحل تركيبها وكل خطوة أنت بتعملها فيها. وفي النهاية لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي لايك وسبسكرايب، ويا ريت تقول لي لو انت حابب النوع ده من الفيديوهات عشان اكررها لك تاني. مستني رأيك في الكومنتات، وشكرا جزيلا وسلام.